اهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهات الفورمه. ايه السبب اللي يخلي لاعب زي ناصر السنباطي ما يحصلش على لقب مستر اولمبيا خلال منافسته في مستر اولمبيا؟ هرجع بالذاكره لما قبل ناصر السنباطي وبدايه التدخل السياسي في نتائج مستر اولمبيا وسيطره بعض اللاعبين على مستر اولمبيا لسنوات. من اوائل اللاعبين اللي تم سرقه لقب مستر اولمبيا منها هو سيرجيو اوليفا، واحد من اساطير كمال الاجسام خلال عصره. سيرجيو أوليفا حصل على بطولة مستر أولمبيا عام 1967 لعام 1969. في عام 1970 سيرجيو أوليفا كان بيستعد للحصول على لقب الرابع على التوالي. كان المنافس ليه الوحيد هو أرنولد، وكان الثاني مشاركة لأرنولد في بطولة مستر أولمبيا. في عام 1969 حصل أرنولد على المركز الثاني في مستر أولمبيا، والمركز الأول حصل عليه سيرجيو أوليفا. في عام 1970 حصل أرنولد على اللقب الأول ليه وقت ما سيرجيو أوليفا كان في كامل قوته وهو الوحيد اللي بينافس في مستر أولمبيا. من عام 1970 سيطر أرنولد على لقب مستر أولمبيا لعام 1975، وبعدها توقف عن المنافسة لمدة 5 سنوات. خلال فترة منافسة أرنولد كان بينه وبين ويدر شغل، كان في المكملات الغذائية والأجهزة الرياضية، بجانب إن أرنولد نجح في التمثيل بشكل كبير. في عام 1980 وبعد غياب 5 سنوات عن المنافسة ويقدر بيستعين بأرنولد للمشاركة في ماستر أولمبيا بدون علم اللاعبين المشاركين. حصول أرنولد على اللقب السابع ليه في مستر أولمبيا 80 كان هدية من ويدر ولجنة التحكيم. حصل وقتها هجوم على ويدر، والنتيجة كان السبب في اعتزال مايك مونزر وعدم مشاركة فرانك زين في مستر أولمبيا 81. بعد انتهاء مستر أولمبيا 80 بيعتزل أرنولد، ومرة أخرى بيستعين ويدر بالصديق المقرب لأرنولد فرانكو كولومبو للمشاركة في مستر أولمبيا 81 وهو مصاب أثناء مشاركته في بطولة أقوى رجل في العالم، وحصل على اللقب. ويدر وقتها كان بيتحكم في نتائج مستر أولمبيا، واللاعبين كانت على علم بكده، كان بيحدد مين يكسب ومين ما يكسبش. روبي روبنسون من اللاعبين اللي تم حرمانها من حصولها على لقب مستر أولمبيا، ده غير الهجوم اللي حصل عليه من أرنولد وسخريته منه بسبب إنه أسمر. روبي روبنسون من أوائل اللاعبين اللي هاجمت التحكيم ووقفت جنب اللاعبين، حتى في فيلم ضخ الحديد هو الوحيد اللي طلب إن اللاعبين تاخد أجر. روبي روبنسون كان عارف إن التحكيم قاصد ما يدوش لقب مستر أولمبيا بسبب لونه. روبي من أكتر اللاعبين اللي اتعرضت لظلم وعنصرية، حتى أرنولد سخر منه بسبب لونه. بيرت فوكس من اللاعبين اللي أشاد بيهم أرنولد إنه هيكون من أساطير كمال الأجسام، كان بيجمع في تمرينه بين تمارين القوة وتمارين كمال الأجسام. بيرت فوكس لما حصل على المركز الخامس كانت صدمة ليه، حتى وهو بيستلم الجايزة ساب المسرح ومشي اعتراضا على النتيجة. مركز خامس لبيرت فوكس كتير شافها إنها نتيجة غير مرضية، وإنه كان يستحق مركز أفضل من الخامس. وقتها بيرت فوكس هاجم التحكيم وقال إن اللاعب مصيره بيكون في إيد حكم ما بيعرفش أي حاجة عن اللعبة ولا على التمارين ولا التغذية ولا قد إيه إن اللاعب بيتعب في التحضير للبطولات. بيرت كان صعب عليه إنه ياخد لقب مستر أولمبيا وقتها. حصل وقتها على اللقب سمير بنوت، ده غير إنه كان مشارك أقوى اللاعبين وقتها زي محمد مكاوي ولي هان وفرانك زين. نتيجة مستر أولمبيا 83 أثرت على بيرت فوكس نفسيا، شارك في أكتر من بطولة بعدها وما عملش أي نتائج مرضية. وهو كان محكوم عليه بالمؤبد بسبب إنه قتل الموديل اللي كان بيحبها، وتم الإفراج عنه في 2022. هرجع لناصر السنباطي وبداية مشاركته في مستر أولمبيا. ناصر من أفضل وأتقل اللاعبين اللي وقفت على مسرح أولمبيا. أول مشاركة ليه كانت عام 1994، حصل وقتها على المركز السابع متفوق على لاعبين مثل رونو كولمان وسمير بنوت وأندريس مونزر. وقتها ما كانش من المتوقع إن صاحب المركز السابع هيكون المنافس الأقوى لدوريان في 97. في مستر أولمبيا 95 حصل ناصر السنباطي على المركز الثالث. في 96 مستوى قوي جدا لناصر السنباطي من حيث النشافة والحجم، بس للأسف تم سحب الجائزة منه واللي كانت 30,000 دولار بسبب فشله في اختبار المنشطات. وقتها بعض اللاعبين قالت إن ناصر السنباطي تفوق عليهم بسبب مضرات البول. ناصر استغرب من كلامهم إن مضرات البول هي سبب هزيمتهم قدامه. بعد سحب الجائزة من ناصر السنباطي مداش أي اهتمام للي حصل في 96، وقرر إنه يتمرن بكل قوة من أجل أولمبيا 97. حتى نتيجة 96 ما أثرتش عليه نفسيا. ظهور ناصر في 97 بمستوى أقوى من 96. قبل صعود مسرح أولمبيا 97 كان الجميع متوقع إن ناصر هيكون بطل مستر أولمبيا، خصوصا إن دوريان كان مشارك وهو في أسوأ حالاته.
97 كانت سنة قاسية جدا على دوريان بسبب تمريره القاسي، كان مشارك وهو متعدد الإصابات. نتيجة مستر أولمبيا 97 كانت نتيجة قاسية جدا على ناصر السنباطي، إن لاعب يكون مكتمل ويتحرم من لقب مستر أولمبيا، ولاعب تاني يشارك وهو مصاب ويحصل على اللقب. ناصر كان بيكره الحكام، وبرضه من اللاعبين اللي صرحت إن مصيرك بيكون في إيد حكم ما يعرفش أي حاجة عن اللعبة، ده غير إن في سياسات بتحدد مين يكسب ومين ما يكسبش. مع بداية 98 استحالة ناصر السنباطي يكون مستر أولمبيا، روني كولمان اكتمل وأصبح الوجه الجديد لمستر أولمبيا. في 98 حصل وقتها ناصر السنباطي على المركز الثالث، في 99 حصل على المركز السادس، في 2000 حصل على المركز الخامس، في 2001 حصل على المركز التاسع، في 2002 كانت أسوأ نتيجة لناصر السنباطي، حصل على المركز ال15. ناصر من اللاعبين اللي كانت بتتكلم بكل صراحة، كان بيهاجم الاتحاد والظلم التحكيمي، حتى الهرمونات اتكلم عنها بكل صراحة، وهاجم كتير من اللاعبين بعد اعتزاله وانتقامهم. ناصر زيه وزي كتير من اللاعبين اللي ما كانتش بترضى بالظلم وبتطالب بحقوق اللاعبين وبتهاجم الاتحاد بسبب العنصرية، وده سبب كافي ما يخليش ناصر السنباطي يحصل على لقب مستر أولمبيا. حتى في 97 وناصر في أكمل حالاته وقوته ودوريان مشارك وهو مصاب وجسمه مائي، تم حرمانه من الحصول على اللقب، وده أكبر دليل على وجود ظلم تحكيمي وتدخلات سياسية، ده غير إنك لو بتهاجم عمرك ما هتكسب. في 20 مارس 2013 عن عمر 47 سنة توفى ناصر السنباطي في القاهرة. ناصر مازال أفضل لاعب وقف على مسرح مستر أولمبيا بشهادة من جميع المنافسين اللي نافست معاه، ده غير إنه كان صاحب ابتسامة سواء خسران أو كسبان.